السلام عليكم. الموضوع ديالنا هو الاحتفالات ديال الشعب الجزائري والمصري والتونسي وكذلك مجموعة من الدول خرجت احتفلت بإقصاء المنتخب المغربي وفوز السنغال بكأس أفريقيا لسنة 2026 المقامة بالمغرب. إذا هاد الكأس ورات كشفتنا بزاف ديال الوجوه، بزاف ديال الجواكد ديال واحد الناس كانوا كيقولوا المغاربه خاوه ومغاربه. حنا دوله كنبغيو كلشي، حنا كنبغيو كلشي ولكن هما ما كيبغيوناش. هذا هو الحقيقه. بالنسبه لي افريكان، هذاك مونامي اللي كيتموا جايين من افريكان، والدوله كتعطيهم، كتوفر لهم السكن وتوفر لهم العمل وتوفر لهم الدوبل سولد عن الطلبه ديالهم اللي كيجيو يقراو هنا، والبعثات ديال الطلاب ديالهم كيجيو هنا ياخذوا امتيازات. اولاد الشعب ديالنا ما كياخذوش، ومع ذلك كيدمجوا في بعض القطاعات وفي بعض المناصب. ولادنا ما كيخدموش. هذه هي الحقيقه المره. الدوله خص تعاود النظر في هاد الدول حاليا، دير واحد سياسه عدائيه لهاد الدول. عندك مصر والجزائر وتونس وموريتانيا، هاد الدول ما كيبغيوش المغرب. والسنغال، عرفتي شنو داروا؟ السنغال مشاو هزوا في التلفازه الاذاعه ديالهم وداروا الخريطه ديال مبتوره منها المناطق الشرقيه، يعني انهم كيدعموا الصحراء الغربيه. وبالنسبه للرساله للقائد الاعلى والقوات المسلحه ورئيس الاركان المسلحه اللي هو صاحب سمو الملك محمد صلى الله عليه وسلم، بالنسبه كل كلام كنتي كتقولوا في حق الشعب الجزائري فهو صحيح. هذيك اليد الممدوده ما خصش تبقى ديك اليد الممدوده. هذيك الدوله خصنا نحتلوها بالرجوله. الجزائر خصها تحتل. دعوه الى احتلال الجزائر، لان الدوله واخا نبقاو معاها نديرو معاها اللي درت، ديما تبقى عندها الاتجاه ديالها اتجاه عدواني للمملكه المغربيه. بالنسبه الافارقه خصهم يطردوا من المملكه المغربيه. وبالنسبه للدوله الجزائر خصها تحتل وخصها القضاء عليها تماما، لان الدوله واخا انت عينا بالخير اصاحبي، عينا المملكه المغربيه كتقدم يد المساعده واجوا نتحاوروا وهذا الملف هذا. عرفتي الشعب ديالهم راه خروج الالاف والملايين من الشعب، الخروج الملايين من الجماهير الجزائريه. كتقول لك الكولاسه القجاع هو السبب الرئيسي في عدم تأهل المنتخب الجزائري. القجاع هو اللي كياخذ صفقات، القجاع هو الذي يتحكم بالكاف. المملكه المغربيه مملكه الدعاره، مملكه الفساد، مملكه ترويج المخدرات. المملكه المغربيه فهي دولة بدون دولة المخزن. والمخزن ما شافوا منه الا الخير والاحسان. لو كان مخزن بالفعل، لو ان الجزائر ما تبقاش في 24 ساعه. هاد الدوله اللي كتقول لك هي دوله قادره على انها تحتل المغرب في 24 ساعه، خاص الميزانيه ديال القوات ديال المسلحه تزيد، ان المغرب يزيد يشري السلاح. لان هادشي ما عندك بنيه تحتيه، عندك خصك ضروري تحمي الدوله ديالك. وباش تحمي الدوله ديالك هو انك تكون دوله صناعيه في المجال ديال الاسلحه. والمغرب غالي في هذا المجال الحمد لله، وكيدير مجموعه من الصفقات انه باش يشري الاسلحه ونوع السلاح. مره يشتري من المانيا، مره يشتري من فرنسا، مره يشتري من الولايات الامريكيه، مره من الصين. ولكن رغم ان السلاح اللي عنده، ولكن راه ما كافيش، لان الجزائر راه جل الميزانيه ديالها كتشريها غير سلاح. نكونوا على درايه ومعطيات بهذه المعلومات، لان احنا ماشي هادو الصحف هما اللي كيقولوا هاد الهضره. يعني الصحف
أوروبية تتحدث عن ما يمتلكه الشعب الجزائري من أسلحة، وحاليا هما يمتلكون طائرة سوخوي 57 بالتقنيات الروسية. المغرب مازال عنده اتفاقية مع أمريكية بشراء طائرات من الجيل الخامس F-35، ولكن مازال. إذا المغرب خاص ديك المناطق الشرقية بشار خاص ترجع تشرب المغرب، خاص غار جبيلات المغرب ياخذو، خاص ماشي دابا حنا هذاك غار جبيلات اللي قاعد تستافد منه الحكومه الجزائريه والمغرب ساكت، راه ما ماشي بلا. وخاص الاعلام المغربي ديالنا ما يبقاش التفاهات كما عندهم صحافه وعندهم باجات كيتحدثوا على المغرب بالسوء، حتى حنا نهاجموا بنفس ضرب العدو ديالك بنفس الاستراتيجيه ديالك. اذا اول فيديو في القناه مسحنا داك المحتوى الخايب، دابا المحتوى الصح. ودمتم في رعايه الرحمن وشكرا.